السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. فكنت قد وعدتكم بتوضيح حول بعض الأمور التي جاءت في الأشرطة الأخيرة والتي مع الأسف الشديد لم تفهم بطريقة صحيحة، وكان هناك خلط كبير. وكنت قد وعدت كل إخواننا في البلدان العربية الإسلامية الشقيقة وكذلك جاليتنا العربية المشتركة في الخارج. وطبعا نحن نعيش الآن في عصر التكنولوجيا وعصر هذه التقنيات الحديثة، فممكن الأشرطة تقطع، ممكن أن تأخذ منها ما تشاء، الأشياء التي تريدها، لكن الإنسان يبقى مسؤول هو عن قوله وقصده، وهو مسؤول عن قوله وقصده وليس مسؤول عما يفهم الناس. وأنتم تعلمون أن الشاعر حتى في الجاهلية الشاعر هو الذي كان يحلل شعره، والذي كان يبين للناس ماذا يريد أن يقول بشعره. فهذه كانت قاعدة دائما عند العقلاء طبعا. فأول نقطة، نبدأ بأول نقطة، وهي ليس لدينا علماء. وكل الناس الذين تابعوني في محاضراتي منذ التسعينيات وأنا أتكلم عن علماء الكون الذين يدرسون الفقه والشريعة، وهذا النموذج كان من قبل جامعة القرويين وكذلك جامعة الزيتونة والأزهر الشريف كذلك. فهذه الجامعات كان يتخرج منها أطباء ومهندسون ودارسون للتكنولوجيا والفضاء والفلك في نفس الوقت، حافظين كتاب الله ودارسين للفقه والشريعة. هذا هو النموذج الذي كنت أتكلم عنه. ليس لدينا هذا النموذج، لا زلت أقولها إلى حد الآن بشهادة الأساتذة الجامعيين كذلك. فليس لدينا هذا النموذج، علماء الكون الملمين بالفقه والشريعة. وإذا كانوا يحفظون كتاب الله يكون أحسن، كان هذا هو القول. وليس جرأة على علماء الشريعة وليس جرأة على علماء الفقه بالبتات. وبهذه المناسبة زارني بعض الإخوة هذو الأساتذة في الجامعات الذين يدرسون الفقه والشريعة، زارني بعض الإخوة مشكورين وجزاهم الله خيرا. هذو عقلاء إنهم يدرسون الشريعة والفقه، وهم كانوا يعلمون، الأساتذة كانوا يعلمون جيدا قولي. فزاروني لما تكلمنا عن هذه المسألة فهم الذين أخبرونا بأن هناك خلط وسوء فهم. وأصدرت بلاغ كتابي في المسألة بأنني لا أعني الفقهاء ولا علماء الشريعة، أعني العلماء الكون. أطالب ولا زلت أطالب بعلماء الكون الذين يدرسون الفقه والشريعة، وهو شيء ممكن، شيء ممكن. لماذا لا يكون لدينا هذا النموذج؟ هذه الأمور. وطبعا كان لابد، لأننا أثرنا مسألة المجلس العلمي الأعلى. المجلس العلمي الأعلى هو المؤسسة التي تؤطر الشأن الديني، طبعا فيها عقلاء وفيها رجال ما شاء الله وأعرفهم وأحترمهم. هذه المؤسسة طبعا هي التي تؤطر الشأن الديني في المغرب في المملكة، والشأن الديني فراعي الشأن الديني هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وأبقاه ذخرا لهذا البلاد. هذه المسألة الأولى، لكي يفهم الناس. ليس لدينا علماء الكون دارسين للفقه والشريعة. وكلمة عالم من قبل هكذا كانت تطلق على هذا النموذج فقط. فالآن بدأ الناس يخلطون، ودخل بعض الشيوخ الذين لا علاقة لهم بالفقه ولا بالشريعة. هناك شيوخ دخلوا على الخط. لماذا؟ لأن الآن اليوتيوب يربح منه الناس يكسبون من اليوتيوب. فجاءوا بالأشخاص الذين كانوا غالطين فيهم بعض الشيوخ لا علاقة لهم بالأساتذة الجامعيين الذين يدرسون الفقه والشريعة والدراسات الإسلامية كذلك، ولا علاقة لهم بالعلماء ولا علاقة بأي شيء. فهذا هو الخلط. بعض الشيوخ الآن على اليوتيوب لا علاقة لهم بالفقه. أنا لا أقول علماء ولا شيء، ليس لا علاقة لهم بالفقه، والناس الآن يعرفونه. وهذا هو الخلط، خلط كبير، لأن الناس لا يعرفون هذه المسائل. النقطة الثانية كانت حول ظاهرة الإسراء والمعراج. ظاهرة الإسراء والمعراج، وأنا أحفظ كتاب الله، لا يمكن أن ينكرها أحمق، لا يمكن أن ننكرها. أنا لن أنكر الإسراء والمعراج. الإسراء جاءت بالنص الثابت في القرآن المطلق: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إلى آخره. هذه الآية سورة اسمها سورة الإسراء. الإسراء والمعراج تفاسير التي تجدونها هي كاينة في سورة النجم. هذا سدرة المنتهى وما زاغ البصر وما رأى. فهكذا أخذوها، الإسراء في سورة والمعراج يقولون أنها في سورة. الأشياء التي أثيرت حول الإسراء والمعراج وبعض الكتب فيها بعض الأشياء الطريقة التي تلقى بها هي التي خزعبلت.
وليس الإسراء والمعراج خزعبلات. أنا قلت بأن ما يحكى عن الإسراء والمعراج، ما يقولون عن الإسراء والمعراج هو اللي فيه نظر. أما ظاهرة الإسراء والمعراج ثابتة ولا أحد وبدون كثرة كلام. يعني هذا هو القول الفصل، لكي لا يبقى الناس كلهم نشروا أن الدكتور محمد فايد لا يعترف بالإسراء والمعراج. كيف لا يعترف؟ أنا أحفظ سورة الإسراء. يعني هذا الشيء. فكان على الناس أن يفهموا هذه الأشياء، كان على الناس أن يفهموا جيد وأن يفهموا القصد، وأن لا يتبعوا هذه الإشاعات وهذه التضليلات لتيار مع الأسف الشديد لم يتعامل مع المسألة بحكمة. تيار لم يتعامل مع هذه الأشياء بحكمة. ولست أنا من آثار الإسراء والمعراج، ولذلك الشباب لا يقرأ. لا يعني مئات المفكرين الآن آثاروا الإسراء والمعراج، فلماذا فايد؟ والشباب لا يقرأ. ادخلوا الآن، عندكم بنوك المعلومات، ادخلوا وستقرؤون يعني ماذا قال المفكرون، يعني طبعا هذو الحديثيون، هذو المجددين، ماذا قال عنها. وهذه الأشياء التي يعني كثرة الكلام عن الإسراء والمعراج حتى أفقدوها من معناها السامي، لأنها معجزة كبيرة، وأن السورة تبدأ بسبحان الله. سبحانه، لما نقول سبحانه نقولها لشيء عظيم يعني في القرآن الكريم. فما يعني ما يقال حول هذه الظاهرة وكيف تناولها، طبعا هي أن يعني شيء مستوى شيء فقط. هذا هو القول الفصل. أما فيما يخص أن دخول المؤمن يعني لغير المؤمن للجنة، فهذه كذلك تكلم فيها كثير من الفقهاء وهذه يعني أصحاب الفقه، وكثير من المفكرين تكلموا في هذه المسألة. ويعني أنا ليس هناك لم أفتي ولم أصرح ولم أنشر تسجيل خاص لي، لا يوجد. فأنا كنت أتكلم مع الطلبة قبل ليس 8 سنوات، الآن 9 سنوات، لأن هذه الأشياء أثاروها في 2020 لما قامت ضجة أخرى، وأثاروا هذه الأشياء أنني أدخلت كافر للجنة. كانت 8 سنوات، أما الآن 10 سنوات. الآن 10 سنوات. لما كان عندي طلبة في التسعينيات في المختبر كنا نناقش هذا الأمر. لماذا؟ لأننا أثرنا كل العلماء الذين قدموا للبشرية شيء. علماء الإسلام كذلك هم الأوائل، لكن بعدهم جاء علماء آخرون. وكنت أناقش مسألة مع الطلبة، وهذا العلماء يعني قلت للطلبة بأن يعني هذا العلماء يعني قدموا للبشرية خدمة، ويعني لم يأتيهم أحد يدعوهم للإسلام. ما أتى أحد هذا الشخص، لماذا نحكم عليه؟ كنت أريد أن أبين للطلبة بأن لا يحكموا على السرائر. طلبة عندي في الدكتوراه يجب أن لا يحكموا على السرائر. أنت دكتور يجب أن تتبين، لا تحكم على السرائر لا يعلمها إلا الله. مؤمن كافر مجرم، هذا السرائر لا يعلمها إلا الله فقط. بالمناسبة فقط للذين لا يقرؤون، مع الأسف الشديد الشباب يجب أن يقرأ، والشباب يجب أن يقرأ لأننا في عصر التكنولوجيا وممكن الناس لو كان الناس يعلمون هذه الحقيقة ما كان يقدرون. أثيرت المسألة حول سؤال بمحاضرة في مدينة آسفي، محاضرة كانت في مدينة آسفي، هي التي نشرها، وأنا ما نشرت أي شيء على أديسون. ليس لدي شيء باسم منشور على أديسون، لا يوجد. هذه محاضرة كانت في مدينة آسفي، وآثار شخص سألني فقلت له كنت أناقش مع طلبتي. لما سألني أظن أن كانت 4 سنوات مرت، فيعني كانت محاضرة قبل الكورونا، قلت له كنت أناقش مع طلبتي فقلت لهم إن الله لا يظلم، إن الله لا يظلم، ولذلك يكون كل الأمور يعني القسط، فالله سبحانه وتعالى يقسط، يحكم بالعدل. فقلت هذا الشخص قدمه هكذا، قلت في المحاضرة كنت أناقش مع طلبتي هكذا يعني في التسجيل. فيعني الناس أخذوها هكذا بطريقة معوجة، وهذا شأنهم، هذا شأنهم. احنا كنقولوا في المغرب واحد المثال، يعني كل واحد فمه عنده. غير بالمناسبة فأينشتاين، بالمناسبة فقط للذين يريدون أن يتوسعوا في الأمر، فأينشتاين اعترف بوجود الرب، يعني هذه ثابتة. نيوتن اعترف بوجود الرب، باستور اعترف بوجود الرب، نيكولا الذي اكتشف الأنسولين، هذه أشياء موثقة ممكن توسع فيها وممكن يعني نجمعها. أنا عندي معلومات. هذا يعني باستور اعترف بوجود الرب. هذا نيكولا الذي اخترع الأنسولين، نيكولا هو الذي اكتشف الأنسولين، اعترف بوجود الرب.
أديسون بلسانه، أديسون يقول شخصيا: أحترم جميع المهندسين في الكون وأكبرهم الله سبحانه الرب، وأكبره الرب. يحترم جميع المهندسين وأكثر، وهذا إقرار منه بأنه يشهد بوجود الله، بوحدانية الله سبحانه وتعالى. فقط هذه هي النقاط التي أثيرت تحت يعني بعد التضليلات التي أثيرت فقط، وأنا أريد أن أوضح للناس، وهذا المتابعين دكتور محمد فايد ربما يعني تصلهم بعض الأشياء المغلوطة. وهذه المسألة الآن لماذا كثر يعني الحديث عنها؟ لأن الناس يعيشون من اليوتيوب، وكثير من القنوات دخلوا على الخط، وكثير من التيارات دخلت على الخط وينشرون كلام يمين وشمال. لكن المسائل مسجلة، وأني طلبت بندوة وطنية أو دولية نتكلم كلام العقلاء وندرس الأمور بتعقل، ثم يحاسبني العلماء فقهاء أساتذة الشريعة وفقهاء والدراسات الإسلامية. يعني لما تكون ندوة لهم الحق يحاسبوني. العلماء هذو علماء الشريعة والفقه، يعني هذو الفقهاء يعني والأساتذة الجامعيين طبعا، أساتذة ربما بعض الأساتذة اقترحوا ندوة إن شاء الله ربما تكون في مدينة الدار البيضاء، أساتذة جامعيين هذو يدرسون الشريعة والفقه اقترحوا، هذو عقلاء، ناس عقلاء. ونحن في الجامعة هذو الإخوة الأساتذة في الجامعات يعلمون أننا نتعامل دائما بالندوات وبالمؤتمرات، لا نتعامل بالصحافة يعني بالتصريحات يعني يمين وشمال. نتعامل لما يكون مشكل ويكون معضل، يكون أمر، يكون مؤتمر ويكون ندوة ويتكلم الناس، آنذاك يحاسب بعضنا البعض. ما عاد هذا الأمر ليس لأحد الحق أن يحاسب أي أحد، ليس لأحد الحق أن يحاسب أي أحد، لأن لما يكون ندوة ويكون مؤتمر تكون مسؤولية ويكون شهود كثير. يعني الندوة يكونوا فيها 10 و15 و20، يكون شهود كثير ويكون أصحاب الميدان يتكلمون مباشرة في الميدان، وليس انتقادات وجر اللسان ويعني هذه الأشياء. يعني هذا فإخواننا في كل البلدان العربية الإسلامية، وكذلك جاليتنا في الخارج. فأنتم تعلمون يعني الدكتور محمد فايد أن يعني المسائل هذه كلها أخذت هذا الحجم فقط كما قلت لأن هناك تيار مع الأسف لم يتعامل معها بحكمة. كان عليه أن يتعامل بحكمة كنا نجلس ونناقش، لكن هو دخل عليها أصحاب اليوتيوب الذين يجرون الخبر وينشرونه ليسترزقوا، هم هؤلاء هم الذين، ودخلت عليها تيارات أخرى. طبعا أنتم تعلمون أن الساحة الآن ليس فيها هذه، فيها آراء وليس رأي. هذا ما يمكن قوله فقط. ويعني أنا لا زلت حي ولا زلت يعني هذا الإخوة في الجامعات، الأساتذة الجامعيين في الفقه والدراسات، أنا مستعد أي جامعة، وإن الإخوان هذو أشكرهم مجددا، الإخوان الذين زاروني من الأساتذة الجامعيين، هكذا تكون الأمور. العقلاء هذو جزاهم الله خيرا، وهذا شيء مهم جدا. لماذا لا؟ دائما هناك وعي، دائما هناك عقلاء، دائما هناك حكماء إن شاء الله. فإن شاء الله يكون خير. إن الله هو الذي يهدي القصد، يعني الله هو الذي يهدي السبيل ويهدي القصد كذلك للناس. تحية طيبة لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.